اليوم كانت عندنا الدورة العادية لشهر يونيو. اليوم جوج يوليوز، وكان من المفروض انها تكون يوم 19، ولكن ما كانش لعدم التزام النصاب القانوني، وكذلك اجلت اليوم 25. بنفس هذا ما حضرتش الرئيسه وما تكملش النصاب القانوني، والان تنعقدوها بمن حضر. ولاحظت الظروف اللي دازت فيها واخا حاولنا نديروا الهدوء، لان تأسها النائب الاول كان غيترأسها واحد النائب اخر، وكان باغي يدوزها في طريقه اللي كتناسبه هويا. المهم حضر النائب الاول والاخوان عطاو المداخلات ديالهم، وكان كيف شفتوا في الاول كان حول الغياب. هل الرئيسه هل هي غيابها مبرر ام لا؟ اجمع الاعضاء بان غيابها غير مبرر، لا يمكن انها هي من تدعو الى هذا الاجتماع، وهي من تضع هذه النقاط، وفي الاخير ما تجيش تجاوب على التساؤلات ديال الاعضاء اللي كيتجمعوا 3 المرات في السنه. القانون عطاهم 3 المرات في السنه، 3 المرات في السنه تيجيو تيعطيو التساؤلات ديالهم حول النقاط او حول كل ما يروج بمقاطعه سيدي بليوت. هي تغيب عن ذلك، هي همها الوحيد هو الطبقه العاشر، وتعطي الاوامر للموظفين، وتستغل امكانيات الجماعه من سيارات، اكثر من سياره تستغلها لوحدها، المحروقات تستغلها كما شاءت، الهواتف النقاله تعطيها لمن شاءت ولو خارج الاعضاء ولو خارج الموظفين. كذلك هناك امور اخرى، الفنادق المصنفه الى اخره تستغلها الى اخره، ما تيشوفها مع حتى شي واحد. وهذا كله في اطار غير قانوني، لان المجلس هو سيد القرار. اي حاجه اذا كانت الشفافيه هذا خاصها تدوز في المجلس. هي تبعد المجلس بكل اصنافه، بنوابه، باعضائه، برؤساء اللجان، كل شيء تتغيبه. وهانتم شفتوا الدليل على ذلك انها لا تحضر الجلسه. انا عندي واحد التجربه متواضعه في المجالس، هذا دوزت 7 الرؤساء الى هذا، ما عمرني تذكرت ان شي رئيس غاب على جلسه تيدير الدعوه، هو تيكون حاضر وتيجاوب على التساؤلات، ولو تكون عنده المعارضه ولا هذا تيجاوب على التساؤلات، يجاوب بطريقه يقنع ولا ما يقنعش، المهم يجيب. هي تهرب، وهذا ما يمكنش واحد تعطيه مقاطعه سيدي بليوت، جماعه سيدي بليوت السابق، انها تعطيها انها تسيرها بهذه الطريقه العشوائيه الانفراديه، تسير بوحدها، لان يعني مع واحد ولا جوج هما اللي تيسيروا صافي. اما الشيء الاخر ما تبقى كله خارج السياق، وهذا لا يمكن ان نقبله بمقاطعه سيدي بليوت. ماذا عن مجلس الرقابه؟ احنا كنا تنقولوا اين مجلس المجالس الرقابيه الى اخره. تنظن الان راه عندنا لجنه تفتيش، هي الان راه في مقاطعه سيدي بليوت تقوم بواجبها. ما نقدروش نديروا التعليق على هذا، ننتظر النتائج. وحنا عندنا المراسلات وعندنا الشكايات كلها وضعناها في مكانها، اللي مشات للداخليه مشات، اللي مشات للمجلس على الحسابات، اللي مشات للعماله مشات، اللي مشات للوزاره الداخليه، اللي مشات للولايه. عندنا كاع المسائل ديالنا، عندنا عده شكايات، عده مراسلات. ننتظر ان الامور تاخذ المجرى ديالها تبان الحقيقه ديال هذا السير العشوائي اللي اضر كثيرا بالاعضاء واضر كثيرا بمقاطعه سيدي بليوت. شكرا.